السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال إن شاء الله، ويلقاكم في أحسن حلة، ويلقاكم فرحانين وسعداء وناشطين، ويا ربي اللي عنده شي هم يفرجوا عليه، واللي فرحان الله يخليه دائما فرحان ودائما سعيد يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، في قناه ليلى الشيك. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم المصران معمر اللي كيجي زوين بزاف البنات، كيجي رائع. كنتمنى تبقاو معايا تتابعوا معايا الفيديو. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساونيش من لي لايك وابوني ولي كومونتير زوينه ديالكم كما العاده، وبقاو معايا تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونتلاقاو مع المقادير. كما كتشوفوا البنات، بالنسبه للمقادير هما هادو اللي قدامكم، يعني كل شيء بسيط وكل شيء متوفر الحمد لله. بالنسبه للحم عندي هنايا مخلط، عندي شويه من الريه واحد شويه ماشي بزاف، وعندي هاد القليبات ديال الحولي، وعندي شويه اللحم العادي اللي كنديروه كباب، وعندي واحد شويه الكفته هنايا. يعني ضروري غادي نحتاجوا اللحم يعني باش نعمروه اولا يعني نخلطوا اللحم. وعندي هنا واحد الحامضه مقطعه مصيره، وعندي معلقه ديال الهريسه، وعندي الزيتون مقطع، وثلاثه ديال البيضات. وغادي نحتاجوا الرز حتى هو مسلوق، هنا غير نص سلقه يعني مسلقتوش بزاف، غير واحد شويه، غير طلعت فيه الغليه وطفيت عليه. وعندي هنايا واحد الحبه كبيره ديال البصله، يمكن لكم ديروا حتى جوج ماشي مشكل. وبالنسبه للتوابل عندي هنا الابزار والكمون وسكينجبير وتحميره والملح على حسب الذوق. وكما كتشوفوا البنات، هذا هو المصران اللي غادي نحتاج باش غادي نعمرو ان شاء الله. هذا المصران الكبير ديال الحولي، ونتلاقاو في طريقه التحضير. غادي ناخذوا واحد الاناء هنايا فين غادي نخلط هاد المكونات هادو. ونبداو بسم الله على بركه الله. غادي ناخذوا لهاد الكميه اللي عندنا هنا ديال اللحم. البنات ضروري من يعني اللحم تنوعوا، ديروا شويه الكفته شويه اللحم، جمعوه يعني هكا كل حاجه منها شويه باش تعمروا المصران ديالكم. ودابا غادي نضيف التوابل اللي عندي هنايا. كما كتشوفوا غادي نضيف هاد الابزار اللي عندي هنايا، والمهم كلشي راه بالعبار ديالو. عندي تمايا معلقه كبيره ديال الابزار، انا هنا غير هزيت غير بالصغيره. وعندي معلقه كبيره سكينجبير، يعني كنت عابراهم. عندي معلقه صغيره ديال الكمون، غير هزيت بالصغيره وصافي، يعني انا عابراهم من قبل. هنا البنات غادي نديروا التحميره، يعني معلقه كبيره كما قلت لكم لانني كنت عابره من قبل. وغادي نديروا الملح على حسب الذوق. وغادي نضيف هاد البصله هادي. ودابا البنات غادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو، يعني غادي نخلط مزيان حتى يدخل فيه التوابل، هاد اللحم هذا مع الكفته مع يعني المكونات اللي كاينه. كما كتشوفوا يعني غنشرمل مزيان بيدي. صراحه البنات كيجي زوين بزاف، كيجي بنين وكيجي رائع. بالنسبه هنا اللحم انايا مقطع غليظ شويه، يعني ماشي رقيق ماشي مشكل لانني غير غادي نعمر به. كما كتشوفوا البنات يعني هنايا شرملته مزيان، دخلت فيه التوابل. غادي نضيف الرز. بالنسبه للرز البنات هنا عندي درت انا كاس ديال الرز، يعني ما عمرش مزيان، كاس عادي ديال العنبه. المهم غادي درت القياس ديال الكاس، سلقته غير نص سلقه. وهنا البنات ضفت هاد الزيتون والحامض مسير ومعلقه الهريسه. بالنسبه للرز البنات راه فاش كيتسلق يعني تبارك الله كيزكى، كيولي كتير.
وغادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعضياتهم البنات مزيان كما كتشوفوا. غادي نشرمل هاد الشيء وغادي نجمع هاد المكونات، يعني هاد الخليط هذا خصو يتجمع مزيان مع الارز مع توابل الزيتون واللحم المقطع. كما كتشوفوا البنات انا ضفت واحد شويه الملحه لانني عندي كميه كبيره تبارك الله، زدت شويه ديال الملحه باش يجيني داكشي هو هذاك. وغادي نضيف هذا البيض هذا حتى الاخر، كنضيفوا البيض وكنعاودوا نخلطوا مزيان 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 وكنبداو نعمروا ان شاء الله المصران ديالنا. كما كتشوفوا البنات هنا ضفت هنا البيض. دابا عاوتاني غادي نخلط مزيان مزيان كما درنا من قبل. من بعد ما خلطت البيض مع المكونات مزيان بيدي وجمعت الخليط ديالي، دابا غادي نبدا نعمر في المصران. بالنسبه للمصران البنات هذا هو المصران الكبير اللي كنرميوه، انا هنا ما كنرميهش، كنغسلو مزيان بالملحه والماء والحامض، ومن بعد كندير الماء طايب وكنعمر المصران من يعني كنكب فيه داك الماء طايب وكنبقى هكا كنديه ونجيبو حتى كيصفى ليا المصران وكيولي نقي كما كتشوفوا كيشعل. وهنايا المصران قلبته، درت الجهه اللي كتكون من داخل هي اللي على برا والجهه اللي كتكون من برا هي اللي درتها من داخل صافي. وكنبدا نعمر يعني بهذه الطريقه. انا هنا ما ساعدتنيش المعلقه، غادي نعمر غير بيدي، يعني غادي نعمر غير بيدي هنايا لان المعلقه ما غاديش تساعدني صافي. وكنعمروا البنات المصران ديالنا. بالنسبه الا كان مقطع كتعقدوه من التحت، يمكن لكم تخيطوه يمكن لكم تعقدوه مزيان كما كتشوفوا البنات. المهم انا حمرت هنا المصران وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه. هذا مصران كبير كيهز تبارك الله، يعني القوام كيهز بزاف. وصافي غادي نستمر بهذه الطريقه البنات حتى نكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه لي البنات انا هنا ما غاديش نخيطو، غادي غير نعقدو وكنبقى نضغط عليه هكا باش ما كيبقاش داك الفراغ يعني في المصران، باش كيعمر كله ما كيبقاش خاوي من داخل. وصافي دابا غادي نزيد نعمر شويه وغادي نعقدو غير بهذاك التالي اللي غادي يبقى ليا من المصران، يعني كنخلي واحد. ولا بغيتو تخيطوه كتخيطوه، يمكن لكم تخيطوه، انا هنا ما خيطتوش غير غادي نعقدو مزيان وصافي. بالنسبه للبنات هذا المصران هذا يمكن لكم تلقاوه عند الجزار، كتوصيوه عليه كيخليه لكم، يعني كاين موجود. كتمشي عند الجزار كتقولوا له خليو لنا يعني كتوصيوه عليه على المصران الكبير كيخليه لكم. كتغسلوه مزيان بالملحه والحامض وكديروا له الماء طايب كيولي نقي وكيولي كيشعل كما كتشوفوا صافي. وكتعمروه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا البنات. من بعد ما عمرت المصران ديالي كامل هما هادو، يعني عندي مصران كبير وعندي جوج واحد اخرين صغارين، عقدته بهذه الطريقه هذه البنات كما كتشوفوا. يعني عقدته هذا عندي مقطع من الفوق ومن التحت، عقدته بديك الطريقه. كما قلت لكم بغيتو تخيطوه يمكن لكم تخيطوه على حسب. ودابا غادي نديرو في الكسكاس هنايا باش غادي نفورو ان شاء الله البنات. من بعد ما درتو في الكسكاس دابا انا درتو هنا غادي يتفور. من بعد ما غادي يطلع لي فيه البخار غادي نشد واحد القطيب ديال الشوا وغادي نبقى نتكو كما كتشوفوا البنات. ها هو يعني طلع لي فيه البخار. دابا غادي نبقى نتكو بحال هكايا باش ما يتقطعليش المصران، يعني وكيخرج منه هذاك الماء اللي كيكون داخل، يعني مفيش كيطلع فيه البخار هذاك اللحم وداك التوابل اللي كاينه داخل كيطلقوا الماء. غادي نتكو بحال هكايا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه وصافي. غادي نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو حتى كيطيب تبارك الله وكيجي ناشف وكيجي هائل كما كتشوفوا البنات. من بعد ما طاب ليا المصران هو هذا، يعني جا غزال وشاد راسو وطايب طايب تبارك الله على حقه وطريقه.
هذا هو يعني المصرى اللي عمرت قدامكم، وهادو هما التوابل اللي عمرت. يعني شوفوا البنات كيفاش كيجي، يعني كيجي زوين بزاف، كيجي خطير رائع البنات. شي حاجه اللي تبارك الله، ماشي غير شكرتو لكم حضرتو ولا شي حاجه، لا كيجي زوين، كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه. كما كتشوفوا كلشي طايب تبارك الله. يعني وهذاك اللحم اللي في القلب ديالو اللي باش عمرتوه تبارك الله كلشي طايب، يعني غزال البنات، والمذاق ديالو رائع. كما كتشوفوا البنات، هذا هو الطبق ديالنا، هذا هو المصرى اللي عمرت. جا زوين بزاف، جا رائع كما كتشوفوا. يعني الشكل ديالو رائع، وحتى المذاق ما نعاودش لكم كيفاش جا تبارك الله. جا غزال غزال البنات. كنتمنى تجربوه. الا كنتوا زعما اول مره كتشاهدوا هذه القناه، عفاكم دعموني، ديروا لي لايك وابوني وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، مع عائلتكم، باش يشوفوا الفيديو ويشوفوا القناه. اذا عجبتهم حتى هما يدخلوا عندي، مرحبا بهم. كنشكركم بزاف بزاف على الوفاء ديالكم، وكاع اللي كيدخل عندي وكيخلي لي كومونتير زوين، كنشكرو بزاف.